لو قعدت مع ابوك وسالته يا حاج انت اشتريت الشقه دي امتى وبكام، هيقول لك يا ابني انا اشتريت الشقه دي بمرتب سنه او جمعيه عملتها مع اصحابي في الشغل. انما انت لو جيت دلوقتي حسبتها هتلاقي نفسك عايز مرتب 150 سنه من غير ما تاكل ولا تشرب عشان تجيب شقه في حته معقوله. هو ايه اللي حصل؟ يعني احنا جيل بتدلع مش عارف يحوش عشان يجيب شقه، ولا في حد سرق مننا الحلم ده؟ النهارده هنعرف قصه تسعير السكن، ازاي البيت ما بقاش مكان نعيش فيه وبقى بورصه في ايد حيتان العالم. جهز قهوتك ويلا نعرف مين اللي غلى علينا العيشه دي من نقطة الأصل. تعالوا نبدأ بالأرقام لأن الأرقام مش بتكذب. في السبعينات والثمانينات كان سعر البيت بيساوي حوالي 3 أضعاف دخل الأسرة، يعني الأسرة لو دخلها 1000 جنيه في السنة البيت كان ب 3000 جنيه. النهارده البيت في المدن الجديدة بيوصل 10 و15 ضعف دخل الأسرة. في مصر الفجوة بقت مرعبة. الجيل القديم كان بيشتري أصل بيكبر معاه، إنما الجيل بتاعنا بيطرد سراب بيطير بعيد. المشكلة مش فيك أنت ولا في مرتبك بس، المشكله ان قواعد اللعبه اتغيرت. زمان كنت بتنافس ابن الجيران على شقه، انت النهارده بتنافس شركات عالميه وصناديق استثمار معاها ملايين الدولارات، هدفها انها تشتري كل شبر ارض علشان تاجره لك مش علشان تملكه لك. عارفين من اكبر صاحب ملك في العالم النهارده؟ مش الملوك ولا الامراء، الشركات زي بلاك ستون وبلاك روك. الشركات دي بعد ازمه 2008 اللي حكينا عنها قبل كده اكتشفت ان احسن استثمار في العالم هو بيوت الناس. الشركات دي دخلت السوق واشترت الاف البيوت كاش وبسعر اعلى من اللي اي فرد ممكن يدفعه. ليه؟ عشان يحولوها لبيوت للإيجار فقط. هم مش عايزينك تتملك، هم عايزينك تفضل مستأجر عندهم طول عمرك. البيت بيبقى سكن، بقى أداة مالية بتدخلهم ربح سنوي زيها زي أي أسهم في البورصة. وزود على كده لعنة السياحة. منصات زي اير بي ام بي خلت اصحاب الشقق اللي في المناطق الحلوه زي وسط البلد او الزمالك او حتى الساحل يقولوا ليه اجرها لشاب مصري غلبان ب 10000 جنيه في الشهر، ما انا اجرها لسايح ب 100 دولار في الليله. النتيجه كانت كارثيه، المعروض للسكن الدائم بقت قليله جدا، الاسعار ولعت. مناطق زي لشبونه وبرشلونه وحتى اجزاء من القاهره الاهل الاصليين ما بقوش قادرين يسكنوا فيها بسبب ان السايح بقى يدفع اكتر. احنا بقينا عايشين في عالم بيطرد الساكن عشان يستقبل المسافر. حلم بيوت العمر اتسرق لصالح ايجار الليله الواحده. السكن اتحول من حق انساني لبزنس سياحي. نيجي بقى لبيتنا مصر، احنا عندنا تحدي زياده، التضخم وتغيير العمله. المطور العقاري بقى يسعر الشقه على ثمن الحديد والاسمنت بكره مش النهارده. الاستثمار قبل السكن، لان احنا شعب بيؤمن ان الطوبه بيخسرش، فتلاقي الواحد بيشتري شقه واثنين وثلاثه بيقفلهم زي ما حكينا في الايجار القديم، وده بيقلل المعروض وبيعلي السعر على الشاب اللي عايز يشتري شقه في اول حاجه في حياته عشان يتجوز. زمان كانت الدوله بتبني في قلب المدن، دلوقتي توسع كله بره، وده بيضيف عليك مواصلات وعيشه غاليه فوق ثمن الشقه نفسه. طب هل العالم كله استسلم للحيتان وصناديق الاستثمار؟ الحقيقه في دوله واحده وقفت وقالت لا، السكن حق مش سلعه. الدوله دي هي سنغافوره. في الستينات سنغافوره دي كانت جزيره فقيره جدا، اغلبها كان ساكن في عشش وصفيح، لكن جه الزعيم السنغافوري لي كوان يو كان عنده رؤيه عبقريه وبيقول ان المواطن عشان يدافع عن بلده لازم يكون ليه حته فيها. عملوا ايه؟ انشأوا هيئه HDB او هيئه الاسكان والتنميه، ودي بقت المطور العقاري الاول في الدوله. اشترت اراضي وبنت عمارات جيل رابع فخمه جدا، مش مجرد بس مناطق شعبيه، بنتها للشعب باسعار مدعمه وبنظام تقسيط عبقري مرتبط بتاميناتهم الاجتماعيه. النتيجه ان دلوقتي 80% من الشعب السنغافوري عايش في البيوت اللي الحكومه بنتها ويمتلكوها فعلا. سنغافوره حلت المعادله الصعبه، منعت المضاربه، ممنوع تشتري شقه حكوميه وتبيعها تاني يوم عشان تكسب فيها، لازم تقعد فيها بمده معينه، ودايما الاولويه للشباب، وفي نظام للمتزوجين وللشباب اللي لسه بيبني حياته. ده غير الجوده، العمارات هناك كانت بتنافس كومباوندات عالميه. سنغافوره اثبتت ان الدوله لو حبت تكون المطور اللي يسكن الناس مش بس هدف يجمع ارباح، حلم البيت هيرجع تاني وهيبقى متاح لاي شاب بيبدا حياته. طيب هل كده خلاص جيلنا ملوش مكان؟ الحقيقه ان العالم كله بدا يفوق. في مدن بدات تمنع شركات الاستثمار انها تشتري بيوت سكنيه، ومدن تانية بدات تفرض ضرائب مرعبه على الشقق الفاضيه. اما بالنسبه ليك انت فالدرس هو تغيير التوقعات. جيلنا محتاج يفهم ان امتلاك بيت في بدايه حياتك ما بقاش فرض. الايجار الذكي في مكان بيوفر لك فرصه عمل احسن ممكن يكون استثمار افضل من انك تتحبس في قسط الشقه بياكل نص عمرك في مكان بعيد. البيت الحقيقي مش هو البيت اللي انت بتمتلك عقده بس، البيت هو اللي بيخليك تنتج وتعيش. ما تخليش هوس الملكيه اللي احنا ورثناه من ابائنا يخليك تبقى عبد عن المطورين. الدنيا اتغيرت ولازم طريقتنا في التفكير تتغير معاها. هيجي حد يقول لي يا مهدي الدوله مش بتسكت، ده احنا كل شويه بنشوف طروحات الاسكان وسكن مصر وجنه مصر واسعار معقوله وتقسيط على 20 و30 سنه. مش هو ده الحل؟ الاجابه هي نعم، ولكن اسكان الشباب هو طوق النجاه الوحيد لواحد بيبدا من الصفر، لانه بيقدم لك حاجه المطور العقاري مستحيل يقدمها لك، هو التمويل العقاري المدعوم. انك تاخد حاجه بفايده 3% متناقصه ده بلغه البيزنس هديه. انت هنا بتدفع قسط اقل من ايجار اوضه في وسط البلد وممتلك اصل بيزيد. طب ليه في ازمه وليه الشباب دايما بتحس انه مش حل كامل؟ علشان 3 اسباب لازم تعرفهم بالورقه والقلم. اول حاجه لعنه المركزيه. اغلب المشاريع ديت في اطراف المدن، يعني انت لو شغلك في المهندسين وانت ساكن في حدائق اكتوبر انت حرفيا بتدفع ثمن الشقه مرتين، مره في القسط ومره في فلوسك ومجهودك اللي بيضيع في المواصلات. السكن مش بس حيطان، السكن ده لوكيشن. 2 تاخر الخدمات. المدن الجديده محتاجه من 10 ل 15 سنه عشان خاطر تستوي، يعني انت بتروح تسكن في
وعود المستقبل مش في واقع حالي. في شباب مش بتعرف تتحمل العزله ديت فبيسيبوا الشقق ويرجعوا يعيشوا ايجار جنب اهاليهم. 3. ثقافه الكومباوند. الميديا والدراما صدرت للشباب ان السكن يعني لاندسكيب وحمام سباحه، فبقى يحس ان تسكير الشباب هو اقل من طموحه، ولكن اقتصاديا هو انسب ليه بكتير. اسكان الشباب هو اول درجه في السلم. لو فضلت مستني لحد ما تجمع حق شقه في التجمع او زايد غالبا اصلا مش هتسكن. اسكان الشباب هو الحل الاضطراري والذكي في نفس الوقت. خد شقه وامن نفسك باصل بيزيد سعره، وبعد 5 أو 10 سنين بيعها وحطها مقدم في الشقه في المكان اللي انت عايزه. ده اللي بنسميه السلم الصعودي العقاري. تبدا من اول سلمه، مش بنبدا من السقف. ابدا بالدرجه اللي رجلك طايله تجيبها. رحله النهارده عرفتنا نقطه الاصل في لاء السكن مش بس جشع التجار، دي منظومه عالميه علمتنا ان حيطان بيوتنا بقت اسهم في البورصه. حلم البيت ما اتسرقش بالصدفه، اتخطط له في مكاتب الشركات الكبيره في وول ستريت. الحلقه الجايه هنروح لقصه مجنونه ثانيه في قاعه اليابان، لما كان ثمن جنينه في طوكيو اغلى من ولايه كاليفورنيا كلها. ازاي الجنون ممكن يوصل للدرجه دي، وايه الدرس اللي ممكن نتعلمه علشان ما نكررش نفس الغلطه؟ لو انت بقى من الجيل اللي بيعاني عشان يشتري شقه، قول لنا في التعليقات ايه هو اكبر عائق قدامك، وهل فكرت في الايجار كبديل؟ في اخر الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وخليك فاكر ان ده مش مجرد محتوى، هنرجع لنقطه الاصل عشان نعرف اصل الحكايه. وخليك فاكر مفتاحك مع مهدي. سلام.